السلام عليكم وأهلا وسهلا بيكم في بودكاست نص الليل. معاكم حسام علي وأنا الهوست للبودكاست الجميل ده. وفي البودكاست ده بنتكلم فيه عن مواضيع ومواقف مختلفة ممكن نكون بنمر بيها في شغلنا مع صحابنا أو في البيت. وهتلاقوا حاجات كتير أوي مشتركة ما بيننا لما نتكلم في الحاجات دي في كل حلقة. وللعلم يعني الكلام ده من وجهة نظري الشخصية، مش كلام علمي خالص على الإطلاق. فيلا بينا نشوف حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن إيه. أهلا أهلا يا حبايب، إزيكم عاملين إيه؟ أتمنى تكونوا كويسين وبخير وبصحة وسلام دائما وأبدا. أهلا بيكم في الحلقة ال 12 من بودكاست نص الليل. والنهاردة هنتكلم عن حاجة، بس قبل ما أقول لكم إيه هي خليني أشرح لكم إيه اللي حصل عشان أتكلم معاكم في النقطة دي. اللي حصل إن أنا من 10 أيام تقريبا أو قرب الأسبوعين كنت محتاج حاجة ضروري جدا جدا، بس في نفس الوقت أنا ما عنديش رفاهية الوقت الكافي إني أنزل أدور على الحاجة دي في الشارع، يعني أنزل أدور عليها في المحلات. فكان قدامي الخيار الوحيد والأمثل بالنسبة لي والأسهل والمريح جدا إني أشتريها من على النت. هدفع زيادة شوية بس مش هشيل وهحط وأودي وأجيب وأتحرك وأعمل. موضوع سهل وبسيط، بضغطتين زرار هدوس هتجيلي على البيت. فقعدت أدوّر، وأدوّر، وآجي يمين وآجي شمال، أدوّر على التُجّار اللي أنا يعني بابقى واثق في من منتجاتهم، ولقيت كذا منتج قدّامي أو كذا option قدّامي ومحتاج إن أنا أقرّر أنهي واحد اللي هاجيب منّه. فأنا بالنسبة لي في خطوات كده لازم أمشّي عليها وأنا باختار الحاجة، خصوصًا لو أنا محتار جدًا، فلازم أشوف المنتج ده كشكل عاجبني ومريّحني والّا لأ، وكشرح للمنتج عاجبني ومريّحني والّا لأ. والمواصفات بتاعته هي دي هتريحني أنا برضه والّا لأ. ف قعدت أقارن ما بين كل المنتجات اللي قدّامي أو كل الاختيارات اللي قدّامي، ووصلت لمنتج ما منهم لقيته مريحني جدًا، وplus النقطة ديّة إن لقيت إن مكتوب إن اشتراه فوق ال1000 شخص. فباقي لي خطوة واحدة بس إني أنزل أشوف آراء الناس في المنتج ده. نزلت لحد الصفحة من تحت خالص أشوف آراء الناس، ألاقي 5 بس اللي كاتبين رأيهم. طب منين فوق ال1000 ومنين 5 بس اللي كاتبين رأيهم؟ طب هل ال1000 كانوا المفروض يكتبوا رأيهم؟ لأ، بس على الأقل كان نصهم يكتبوا، على الأقل تلتهم يكتبوا، ألاقي عدد أقدر أحدد على أساسه المنتج ده ظروفه إيه. والنقطة الأكثر قلقًا بالنسبة لي هي إني ألاقي آخر رأي مكتوب من فترة. فأنا عايز آخر رأي مكتوب يكون من قريب، لإن المنتج ده ممكن يكون التاجر ده خلّصه مرّة و2 و3 وقعد يستورد فيه، فمش شرط كل مرّة الquality تكون هي. فأنا عايز أوصل لآخر حد اشتراه وأشوف على رأيه، أو آخر مثلًا 10 اشتروه وقالوا رأيهم، فأقدر أحدد من رأيهم المنتج ده مؤخرًا وضعه عامل إزاي، هل حلو، هل وِحِش، هل يعني عجبهم ريّحهم والّا لأ. والنقطة كمان إن المنتج ده مش رخيص أوي ومش غالي أوي، فأنا مش عايز أرمي فلوس. والنقطة اللي قُلتها إني ما عنديش رفاهية الوقت إني أجيب حاجة وأقعد أرجّع فيها. أنا ليّا مطلق الحرية إن الحاجة لو جبتها وما طلعتش نفس الشرح أو يعني نفس الشكل اللي محطوط، فأنا ليّا الحق إن أنا أرجّعها. بس النقطة بالنسبة لي إن ما عنديش الوقت ده، ما عنديش رفاهية إني أجيب الحاجة وأفضل أرجّع في الحاجة وأطلب من حتّة تانية وأرجّع تاني وهكذا. فأنا يعني هي هتبقى ضربة واحدة، هاجيب الحاجة وإن شاء الله تعجبني وإن شاء الله أستخدمها على طول لإني محتاجها ضروري جدًا. وفضلت أفكّر كتير جدًا في الموضوع ده في اليوم ده، لإني محتاج أقرّر على آخر اليوم أطلب الحاجة، لإن في خلال يوم أو يومين تيجي لي إن شاء الله وابتدي أستخدمها، يعني تعجبني إن شاء الله وابتدي أستخدمها. فلحد يعني اليوم ما قرّب يخلص كده وأنا حاطط راسي كده على المخدة وخلاص محتاج إن أنا أقرّر في خلال نُص ساعة عشان أضغط الضغطتين من الموبايل وأنام بقى. قعدت أفكّر كده وقُلت هو ليه الناس دي كلّها ما كتبتش رأيها؟ هل رأيهم هم شايفين إن هو مش مهم؟ هل هم شايفين إن هم لو كانوا مرّوا بنفس التجربة كان هيبقى الموضوع بالنسبة لهم بنفس الأهمية أو بنفس عدم الأهمية اللي هم فاكرينها؟ وهل هم فاكرين أصلًا الموضوع مهم والّا مش مهم، والّا يعني
قعدت أفكّر كتير في الموضوع ده، وقُلت هو رأي الناس ده يهم أوي والّا ما يهمش؟ فالنهارده هنتكلّم عن الآراء أو رأي الناس، رأي الناس في الحاجة وفي المنتج وفي الخدمة اللي بتُقدّم لهم، مش رأيهم في أي حاجة، عشان دي جزئية تانية. الرأي في المنتج أو الخدمة اللي بتُقدّم لك دي حاجة مهمة جدًا. أولًا أنت دافع فلوس في الحاجة دي، فلك مطلق الحرية إنّك تقول رأيك، هل عجبتك والّا ما عجبتكش؟ عشان أولًا ما حدّش تاني يلبس في نفس الحاجة، ثانيًا عشان لو أنت المكان ده بيحترم رأي الناس أو بيقدّر رأي الناس، فيبتدي يحسّن من خدمته أو المنتج اللي هو بيقدّمه. هارجع وأقول لك إن النقطة دي مش متماشية أوي في مصر أو ابتدت مؤخرًا الأماكن والمحلات والتجار يحسّوا بقيمة رأي الناس أو كلمة الناس، وزي ما قُلتها قبل كده the word of mouth، يعني الكلمة اللي طالعة من البُق ليها مردود كبير جدًا على باقي الناس. ف فإن مؤخرًا ابتدى شوية يحسّوا بالحتّة دي وابتدوا يقدّروا رأي الناس ده، وعلى أساسه بيحسّنوا من منتجهم أو يغيّروا من منتجهم خالص، أو يستوردوا من مكان تاني أصلًا، مثلًا لو هو بيستورد أو يصنّع في مكان تاني لو هو بيصنّع هنا. فأيًا يكن يعني الناس ابتدت إنها تحس بقيمة الرأي ده. بس هل بقى الناس نفسها اللي بتشتري حاسة بقيمة رأيها؟ باحس إنه مؤخرًا مش أوي، أو يعني أنا مش حاسس إن الناس حاسة بالحتّة ديّة أوي. آآ من كذا ناحية يعني، يا إما هو شايف إن المكان ده مش هيقدّر رأيه، أو إن هو يعني لو شاف ناس كتير كانت زي نقطة قبل كده اتكلّمنا فيها، هو اعتماد الناس على رأي ناس تانية أو الtrend أو كده. فهو لو راح في مكان هو trendy جدًا وناس كتير كانت بتشكّر فيه، بس ما لقاش الحاجة اللي هو يعني كان منتظرها أو حاسب إن هو هيلاقيها، فبيقرر إن هو ما يقولش رأيه. هيقول لك في ناس بتقول يعني إن يعني كل الناس دي عجبها وأنا الوحيد اللي ما عجبنيش، فمش هاقول رأيي. فلو جه حد سألني على رأيي فهاقول لأ كويس، مع إنه ممكن ما يكونش عجبني. فهل النقطة دي مؤثرة في حياة غيرك كمان أو في اختيارات غيرك كمان؟ أنا مثلًا لمّا باجي أطلب أكل، أنا قُلتها قبل كده، أنا باحب أجرّب حاجات جديدة. فالطبيعي إن أنا لمّا باجي أطلب أكل لو هاطلب من application مثلًا من الapplications اللي بتوصّل، فبادخل أشوف آراء الناس. الريفيوهات دي بالنسبة لي مهمة جدًا، وخصوصًا لو آخر كام review دول قريبين جدًا، يعني من يوم، يومين، النهارده، الأسبوع اللي فات، فابقى عارف هي الناس دي مؤخرًا ماشية إزاي. فللأسف الشديد ساعات بالاقي آراء الناس متناقضة جدًا ما بين واحد والتاني، دي حاجة صحية وصح، بس بابقى عايز القُرب اللي هو يعني يبقى الناس متقاربة فاقدر أحدد أنا هاطلب منين. فمثلًا لو في الأكل، لو جينا اتكلمنا في حتة الأكل، أدخل على مطعم مثلًا واخد ريفيوهات 4.4 مثلًا، وناس كتير شارية منه، فوق ال5000 واحد شاريين. فتدخل تشوف الريفيوهات، تشوف آخر كام ريفيو، فتلاقي الناس ريفيوهاتها غريبة، أنا ما بابقاش فاهمها. في ناس ما بابقاش فاهم الريفيوهات بتاعتها. تلاقي حد مثلًا عامل نجمة واحدة وكاتب مندوب التوصيل ما كانش محترم. طب يا سيدي الفاضل، أنت يعني بتقيّم مطعم أو بتقيّم مكان بيقدّم لك خدمة أكل، ده قيّمه لوحده، وعندك تقييم تاني مسؤول أو مندوب التوصيل تقدر تقيّمه في كل order. أنت في كل order بييجي لك 5 نجوم للمطعم وتكتب الreview بتاعك، و5 نجوم لمندوب التوصيل وتكتب الreview بتاعك. فما تحطّش ده في ده. أولًا عشان أنت كده يعني بتظلم المطعم، ثانيًا أنت كده ما حطيتش الرأي الصح في المكان الصح، لإنك لو حطيت رأيك في مندوب التوصيل في حتة المطعم، هو المطعم مش مسؤول. هو لو application بيوصّل وعنده المندوبين بتوعه، فأنت خلاص أنت لازم تحط رأيك ده عند الحتة اللي ليها علاقة برأيك في المندوب نفسه، مندوب التوصيل. ما ينفعش تحطها عند رأيك في المطعم. لكن لو المطعم هو اللي بيوصّل، فأنا متفهم جدًا إنك تحط الرأيين في المكانين، ما عنديش مشكلة. لإن المطعم مسؤول عن الخدمة كخدمة كأكل مثلًا يطلّعه من المطبخ، ومسؤول عن توصيله، فهو اللي واخد الprocess كلّها. فأنت
لك مطلق الحرية إنك تتكلم في الحتة دي، لكن ما لكش الحرية أوي إنك تتكلم عن مندوب التوصيل وهو مش هو تبع المطعم، وإنك تحط رأيك في المندوب التوصيل عند المطعم. أو إنك تلاقي مثلًا حد كاتب الفراخ كانت مالحة جدًا، إن وده تمام، ده ما عنديش فيه مشكلة. وللأسف الشديد إحنا عندنا يعني مفهوم شوية في المطاعم خاطئ، يعني في مطاعم وخصوصًا لو لسه بادئ جديد، إنه ما بيعرفش يضبط بهاراته وحاجته. أنت بيطلب منك كَم ناس كتير أوي، وما عندناش للأسف برضه حتّة إنّك تخيّر اللي بيشتري ده، هل هو مريض سُكّر، هل هو مريض ضغط، هل هو عنده أي حساسية من أي حاجة من اللي بتتحط جوّه جوّه الساندويتش ده أو جوّه الطبق ده، فيقدر إن هو يشيلها. في الغالب في أماكن بتعمل ده، يعني يقول لك عايز يعني تعمل special request، فتشيل من كل حاجة مش عارف إيه، تعمل إيه، تقلل ملح، تزوّد سُكّر، تقلل سُكّر، تزوّد أيًا يكن بقى إيه اللي أنت تعمله يتماشى مع ذوقك. في مطاعم بصراحة محترمة جدًا وبتعمل ده وبتقدّمه بشكل كويس، وفي مطاعم للأسف الشديد ما بتقدّرش الحتّة دي. وبالتالي هو بيخسر شريحة كبيرة أوي من الناس، لإن في ناس كتير أوي لو هاطلب ما أنا مثلًا وعندي على سبيل المثال في البيت حد من الناس الكبيرة هيطلب معانا في الأكل وهو مريض ضغط مثلًا، فمحتاج ملح أقل بكتير مثلًا، فلو أنا كتبت وهو ما قدّرش الحتّة ديّة أو عمل إنها يعني تلاكيك أو فزلكة أو، فهيخسرني في المرّة الجاية، لإن أنا لو نفس الشخص ده عندي وأنا طلبت، أكيد مش هاطلب من المطعم ده. فبالتالي أنت يعني المطاعم نفسها برضه عندها concept غريب كده في إن هو يتقبّل الفكر أو ما يتقبّلوش، أو يتقبّل آراء الناس وأذواق الناس أو ما يتقبّلهاش. نرجع تاني لرأي الناس في المطاعم أو على applications مثلًا بتاعة التوصيل. تلاقي حد مثلًا كاتب والله الأكل كلّه كان واقع برّه الكيس. رقم 1 أنت استلمته ليه؟ يعني لمّا أنت أو يعني ليه علبة مثلًا هو واقع برّه باين أكيد من الكيس، أنت استلمته ليه؟ دي غلطة، يعني أنا واثق بنسبة 90% إنه طالع من المطعم مضبوط. دي غلطة مندوب التوصيل، لو مندوب التوصيل غلطان أنت لك مطلق الحرية إنك ما تستلموش. والله يا فندم أنا مش هاستلم ده، طبيعي. أنا مرّة دي حصلت معايا للأسف الشديد، يعني أنا كان صعبان عليّا الراجل، بس في نفس الوقت أنا مش هاقدر آكل حاجة زي كده. هو يا عيني جاي بعجلة وجاي من بعيد، هو لو وقت ما كلمني، هو كلمني قال لي أنا في المكان الفلاني، هو الapplication جاب المطعم على المكان الفلاني، وده مكان بعيد عني مثلًا 3، 4 كيلو. ف قُلت له تمام في مشكلة؟ قال لي: "لأ أنا بس هاتأخّر عليك شوية عشان معايا عَجَلة." قُلت له: "طَب خلاص مش لازم، أنا ممكن ألغيه عشان أنت برضه ما تتبهدلش." قال لي: "لأ أنا تمام بالنسبة لي، أنا بس بأكّد معاك عشان أنا هاتأخّر شوية." قُلت له: "تمام الله يعينك وتوصل بالسلامة، أنا في انتظارك ما عنديش أي مشكلة." ف للأسف الشديد هو اتأخّر بزيادة، فأنا تمام كنت متقبّل ده عشان هو بعَجَلة، بس يعني للأسف الأشَد منّه بقى إن أنا لمّا آجي أستلم الorder ألاقي البيتزاية متهربدة ومقلوبة ومتبهدلة. فالله أعلم إيه اللي حصل في السكة، بس أنت كمندوب أنت ما ينفعش تجيب لي حاجة زي كده وتقول لي معلش مثلًا إن أنا وقعت، هاعمل إيه طيب؟ ما أنا هاكل ده إزاي؟ يعني هادفع لك فلوسها. أنا مُقدّر جدًا لمجهوداتك، وممكن أقدّر مجهوداتك ديّة بtips أو بأيًا يكن، بس الأكل كأكل أنا مش هاقدر أدفع فلوس في حاجة زي كده، فاهم قصدي؟ ف فما ينفعش مثلًا تيجي أنت كشخص عاقل وكبير كده وبتستلم order وتشوفه واقع وتقوم واخده وبعدين تبعت تقول والله أصل هو الorder كان واقع برّه. لأ، ما تستلموش أصلًا، وبالتالي خلاص الموضوع منتهي. أنا بالنسبة لي ما استلمتش البيتزا، قُلت له: "معلش أنا آسف لك جدًا ومقدّر لمجهوداتك جدًا إنك جيت لحد هنا، بس أنا مش هاعرف آكل بالمنظر ده، هل أنت ترضى إنك تاكل حاجة بهذا الشكل؟" قال لي: "أكيد لأ." قُلت له: "بس خلاص." أنا آسف مش هاقدر أستلمها. يعني ما تجبرنيش، يعني أنا أولًا مش مُجبر على حاجة، أولًا أنا بادفع فلوس في المنتج ده أو في الحاجة ديّة، فما تقدرش تيجي تقول لي لأ هي كده أو هي بالشكل ده، ما فيش حاجة اسمها كده للأسف. ورأيك يهِم فيما بعد لو يعني أنت مثلًا كان الشكل من برّه باين إن الحاجة متنظمة ومترتبة، بس لمّا فتحتها لقيت الدنيا متهربدة جوّه، فساعتها رأيك
يهم في المطعم كمطعم، مش رأيك في مندوب التوصيل يهم في المطعم. لناس تلاقي هو عاكس النجوم، يعني مثلًا بيبقى موجود 5 نجوم فتتعلم على كل نجمة، ومن حقك إنك تكتب review تحت، فتلاقي مثلًا عامل نجمة واحدة وكاتب لك ممتاز، فمنين طيب؟ منين هو نجمة وممتاز طيب؟ ما هو يا إما هو حلو أوي فأنت عكست النجوم، يعني ما عملتهاش 5 نجوم، ودي حاجة واضحة وبديهية جدًا إنك لمّا بتعلّم على النجوم لونها بيبقى متغيّر، أو يعني أنت في application للأسف الuser interface بتاعه الuser experience بتاعته مش مضبوطة يعني بالشكل الكافي، بس يعني أنا عارفه مثلًا الapplication ده عارف إن النجوم لونها بيبقى متغيّر لمّا أنت بتختارها، فيا إما أنت عكست النجوم، يا إما أنت بتتريق، وفي الحالتين هو يعني review لا قيمة له بالنسبة لي، وللأسف الشديد هو أنت يعني شاركت بريفيو سيء أو عدد نجوم سيء في للمطعم أو للمكان، لإنه يعني هتقلّلوا في النجوم وأنت كان عاجبك الأكل مثلًا يعني. أو تلاقي ناس أنا بصراحة باحترم الريفيوهات اللي هي بتبقى في النُص، يعني هو مثلًا عطى 3 قال لك والله ده مثلًا هو كان طالب ساندويتش وبطاطس مثلًا وأيًا يكن إيه تاني، وحاجة حلوة مثلًا من مكان، فراح مفصّص كل اللي هو عمله، كل اللي هو أكله، فهو بالنسبة له مثلًا الساندوتش كان حلو بس البطاطس مثلًا كانت مجلدة والّا كانت مش حلوة بالنسبة له، والحاجة الحلوة كانت نُص، نُص مثلًا، فراح عامل 3 نجوم، وراح كاتب بقى، كتب والله الساندوتش الفلاني كان حلو جدًا، البطاطس كانت للأسف فيها كذا، الفراخ أو مثلًا الحاجة الحلوة كانت متوسطة بالنسبة لي، معقولة يعني بس محتاجة تتحسّن في كذا. بجد الريفيوهات دي أنا باقدّرها جدًا، في الأول وفي الآخر هارجع وأقول لكم آراء الناس بتختلف من حاجة للتانية، رأيي أنا في حاجة مش نفس رأيك أنت في نفس الحاجة. طبيعي أذواقنا مختلفة، وطبيعي إني رأيي مش هيبقى هو نفس رأيك، بس في الغالب أنت لمّا بتيجي تطلب حاجة أو كده تعتمد على غيرك في الحاجة دي. مثلًا من المستفز في الآراء مثلًا إنك تلاقي على سبيل المثال إحنا مثلًا النهارده كام؟ إحنا النهارده 26 إبريل، آآ مثلًا أنا داخل أطلب حاجة من مكان، فبابُص في الريفيوهات مثلًا فالاقي حد كاتب آخر 3 ريفيوهات مثلًا كانوا يوم 25 يعني امبارح، أول واحد فيهم من تحت كاتب مثلًا إن الكميات قليلة، تاني واحد بعده الكميات قليلة، ييجي تالت واحد بقى أنا ندمان ندم شديد ده الكميات قليلة، طب يا سيدي الفاضل ما لو حضرتك كنت دخلت في الريفيوهات كنت شُفت إن الكميات قليلة، فأنت لو أنت عايز تطلب كتير كنت يعني أو عايز تاكل بزيادة شوية، كنت عرفت إن ده كمياته قليلة، فيا إما تكتر من الكميات يا إما تروح لحتة تانية بقى خالص، تروح لمطعم تاني. أنا يعني الموضوع ده بالنسبة لي مستفز جدًا في إنك يعني لو كنت دخلت بس اهتميت إنك تشوف آخر كام review بس، كنت زمانك شُفت آخر 2 قبلك على طول بيقولوا إن الكميات قليلة، واللي قبلك ده كان زمانه شاف إن اللي قبله قال إن الكميات قليلة، فما بابقاش فاهمها أوي الحتّة دي، أو بالنسبة لي أنا يعني برضه كل الحاجات دي بالنسبة لي أنا مش باتكلّم في العموم أو مش باغلّط حد، كل واحد في الأول وفي الآخر هو حُر، أنت بتدفع فلوس في حاجة وأنت حُر فيها، تعمل اللي أنت عايزه، ما عنديش مشكلة، بس برضه مش بقِلّة أدبي يعني عشان نرجع للحتّة الصح، المسار الصح، يعني ما تقلّش أدبك في حاجة وتقول والله أصل أنا دافع فلوس ومش عارف إيه، خُد كل حقّك باحترام وبأدب وبأخلاق. نيجي مثلًا لreview من الريفيوهات يعني بتبقى بالنسبة لي برضه صعبة شوية، إن حد يكون طالب مشروب ما سُخن، فمثلًا أنت طالب كابتشينو، طالب لاتيه، فطبيعي إنك لو في المكان هتاخده بفومه بحاجته بسلطاته ببابا غنوجه، ما عنديش مشكلة. بس لمّا هتيجي تاخد order توصيل هو هي يعني هيلِف لك البتاع ده 50,000 لفة عشان ما يتدلقش من الراجل وهو بيوصّله لك، تمام، إحنا في ديّة متفقين، ما تجيش بقى تشرب الحاجة وتقول لي والله ما فيهاش فوم، ما طبيعي الحاجة اتهزّت 50,000 هزّة وهو الراجل في الطريق، فطبيعي هتوصل لك من غير فوم، يعني ما تجيش تقول لي تدّي الراجل نجمة وتقول لي والله الكابتشينو كان من غير فوم، ييجي لك إزاي بفوم؟ ده أنت لو ماشي بقهوة بوِش من المطبخ لحد ما تقعد على الكرسي، الوِش هيروح منّك من كتر ما أنت ماشي بالبتاع، فيعني ما بلاش تستفزّوا الإنسان
أنا بجد لو صاحب حاجة بتقدّم مشروبات زي دي، يعني مش عارف هاعمل إيه في حد بيقول لي كده، بجد والله مش عارف هابقى باعمل إيه في حد مقتنع إن ممكن أطلّع order مثلًا بياخد يا عم على الأقل 500 متر، أقل حاجة مثلًا 500 متر، خُد له 500 متر هييجي لك بفومه بحاجته، بالشكل اللي أنا راسمه عليه، بكل الحاجات اللطيفة دي، ما فيش حاجة كده. ولمّا حد مثلًا يحط كريمة بقى والّا بتاع من فوق، ما طبيعي برضه هتُقع من كتر الدلدقة برضه الحركة، يعني الحركة هتخلّي الحاجة يعني أكيد تختفي من قدّامك. أولًا ما تزوّدش أي إضافات فوق ممكن تسيح والّا تُقع في النُص. في أماكن بصراحة ما أعرفش بتضبطها إزاي، لو طلبت الحاجة بتيجي لك زي ما هي زي الفل وبتاع، ما أعرفش ضبطتها منين، بس أغلب الأماكن طبيعي يعني بطبيعة الحال من الحركة الحاجة هتروح يعني. فنعقل الكلام شوية وإحنا بنكتب review عن المكان أو عن الحاجة اللي جات لي، يعني ما طبيعي، يعني في حاجات طبيعية إنها تحصل، ظواهر طبيعية وحاجات طبيعية جدًا إنها تحصل، لو أنت عملتها بنفسك برضه هيحصل لك نفس الحاجة يعني. آمم، نيجي لإيه تاني؟ تيجي بقى مثلًا بعيد عن المطاعم والحاجات دي، لو جيت مثلًا لمنتج أنت بتشتريه من على النت مثلًا من على موقع، فمكتوب كل حاجة في شرح المنتج، مثلًا يعني إيه، مكتوب إن فيشته ثلاثية، ومكتوب إن بييجي معاه في الbox 1 و2 و3 و4، كل حاجة مكتوبة، وبُص الراجل يعني كتّر ألف خيره التاجر شرح كل حاجة بالتفصيل، ده ناقص يقول لك مثلًا العلبة فيها كام دبوس من الجنب، فيها مش عارف إيه، تمام، تلاقي حد كاتب لك في الريفيوهات والله البتاعة جات لي للأسف الشديد البتاعة جات لي بفيشة ثلاثية، ما هو حضرتك هو الراجل كاتب فوق والله، مثلًا ما جاليش في العلبة كذا، هو كاتب فوق إن ما فيهاش يعني إن كل حاجة في العلبة هي 1، 2، 3، 4، ما كتبش إنها فيها دي، لو هو كان كاتب وما جاتلكش باكتب، اشتكي، اعمل اللي أنت عايزه. بس لمّا يعني يبقى هو كاتب ده وأنت تيجي تقول في تحت لا والله ما أصل ما فيهاش كذا، ومقدّر إن في تُجّار للأسف ممكن يبقوا ناسيين حاجة زي كده، ولمّا حد يكتب ده يب لمّا حد يكتب رأي زي ده مثلًا يقول مثلًا الفيشة اللي جات لي ثلاثية مش ثنائية مثلًا، فيقوم يبتدي يكتب في الشرح إن الفيشة ثلاثية، فده تاجر محترم إنه أخد باله إن حاجة زي كده مش مكتوبة وإنها تهم الناس، فبيبتدي يكتبها ويزوّدها. في مثلًا لو أنت بتطلب حاجة لعبة مثلًا وبيتحط لها بطاريات، في الغالب ما بيبقاش معاها بطاريات، طبيعي يعني في الغالب، وبصراحة في ناس وأماكن شركات وتُجّار محترمين بيكتبوا إن الbattery is not included أو يعني لا يوجد بطارية بداخل العلبة. تلاقي حد يعني أنت شاري حاجة وأنت عارف إنها في الغالب ما فيهاش يعني، تلاقي حد كاتب لك والله ما فيهاش بطارية، ما يا سيدي الفاضل هي ما فيهاش بطارية، هي ما بتجيش ببطاريتها يعني، ده لو أنت بتحط بطاريتين double A والّا triple A يعني ما دول مش حوار، لكن لو هي ليها بطارية اللي هي تتشحن بقى وحاجات كده، فساعتها أفهم إنك بتقول إن ما فيهاش بطارية وهي مكتوب في الشرح مثلًا إن فيها بطارية. في حاجات كده بتبقى اللي هو نظام بتستفز الواحد. في الأول وفي الآخر هارجع وأقول لك أنت لك برضه مطلق الحرية، أنت بتعمل اللي أنت عايزه. أنا ما كنتش من الأشخاص اللي يعني بيحبّوا يكتبوا رأيهم في كل حاجة هُم بيجيبوها، بس اكتشفت إن ده مهم، واكتشفت إن أنا لمّا أروح مطعم وحاجة ما عجبتنيش في الأكل، أنا لازم أقول إن الشيء ده ما عجبنيش لسببين، السبب الأول إن ممكن هو فعلًا زي ما أنا قُلت المرّة اللي فاتت، إن إن لو يعني جودة الأكل مثلًا، آمم إحنا قُلنا في الحلقة اللي فاتت إن جودة الأكل ممكن الchef اللي موجود يبتدي يتهاون فيها شوية، فلو أنا عدّيت رأيي واللي ورايا عدّى رأيه وبعده، 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 فخلاص الchef هيفضل متهاون، لكن لو أنا قُلت رأيي، كنت أنا أول حد أجرّب الحاجة ديّة من بعد ما هو ابتدى يتهاون فيها شوية، مدير أو يعني أيًا يكن إيه المنصب ما أعرفش المناصب في المطاعم بتبقى عاملة إزاي، بس مديره يعني في الآخر هينبّهه إن والله خلّي بالك الحاجة ديّة كان في زبون قال إنها ما كانتش حلوة، فلو أنت في حاجة ما خدتش بالك منها ابقى خلّي بالك منها. فهيعرف إن هو يعني بيتهاون بس في حد واخد باله وراه. لكن لو أنا ما قُلتش رأيي فهيفضل هو يتهاون ويفضل مديره مش مُدرك الموضوع ده، وفي الآخر
يعني rating المطعم يُقع وممكن يقفل بسبب غلطة بقى في غلطة، في غلطة، في غلطة، وتهاون في تهاون، في تهاون، فالموضوع يُقع وينام خالص ويبقى بيفلِّس يعني ممكن يوصل لمراحل مش لطيفة. فأنت رأيك مهم في إنك يعني بتحافظ على الحاجة ديّة وعايز الحاجة يبقى بشكلها أحسن كمان. هترجع وتقول لي أنا مالي، ما يعمل اللي هو يعمله، بس أنت حُط نَفْسك مكان الشخص اللي وراك. لو أنت كان اللي قبلك يعني قرر إن هو يعمل زي ما أنت عايز وأنت اللي لبست، فاهم قصدي؟ يعني لو اللي قبلك كان مركّز وأنت جيت بعده والchef مثلًا اللي بيعمل الحاجة دي ابتدى يركّز تاني، فخلاص فأنت خدت حاجة كويسة، يعني قيمة مقابل سعر. لكن لمّا أنت اللي قبلك ما يكونش يعني قرر يكبّر دماغه زي ما أنت كنت ناوي تكبّر دماغك، فأنت هتاخد برضه حاجة مش لطيفة، وممكن أنت تكبّر دماغك واللي وراك هكذا وهكذا. فالرأي في الآخر مهم، طالما خدمة بتُقدّم لك فرأيك يهِم عشان الخدمة تتحسّن، وعشان أنت فيما بعد لمّا تيجي تستخدمها تحس إنها بتتحسّن وإن الدنيا بقت أحسن وأحسن. وبصراحة أنا باقدّر جدًا الأماكن اللي لمّا بتقول رأيك بيفضلوا يتابعوا، وممكن ياخدوا رقمك ويقولوا لك والله أنت كنت عَقّبت لنا على الحاجة الفلانية ودلوقتي إحنا ضبطناها لو تحب تيجي تجرّبها في أي وقت، بجد هاحترمهم وهاروح لهم، ما عنديش أي مشكلة في حاجة زي كده. وفي ناس لمّا باطلب من على application من الapplications مثلًا بتاعة الأكل، أطلب أي حاجة ألاقيهم هم باعتين لي private WhatsApp مثلًا يقولوا لي أنت كنت عملت order النهارده أو امبارح أو أيًا يكن، إيه رأيك الحاجة كانت كويسة والّا لأ؟ يعني في حد من محمصة بتعمل الموضوع ده، فمتخيّل لمّا محمصة تعمل الموضوع ده بتهتم بالزباين بتوعها ودي هارجع وأقول لك في الأول وفي الآخر بالنسبة لناس كتير دي محمصة، بس هُم بالنسبة لهم هُم بيقدّروا عملائهم جدًا وبيقدّروا إن أو يعني حاجة زي كده هتخلّي عملائهم يرجعوا لهم كل شوية وهتخلّي أرباحهم تزيد وتزيد، فدي حاجة مهمة يعني. في النهاية يعني أحب أقول لكم إن رأيك مهم في الحاجة اللي أنت بتعملها عشان جودة الحاجة تتحسّن، جودة الأكل زي ما اتكلّمنا في الحلقة اللي فاتت تكون برضه بتتحسّن. التُجّار نَفْسهم يحسّوا إن في ناس حرفيًا كإنّهم quality control عليهم وكإنّهم بيبُصّوا على quality الحاجة وكإنّهم بيراقبوهم في الحاجة فيبتدوا يحسّنوا من حاجتهم، لإن هارجع وأقولها تاني وتالت ورابع وخامس وسادس، الكلمة مؤثّرة جدًا في اللي حواليك، فكلمتك مسموعة، يعني رأيك اللي أنت كتبته في موقع أو في application أو في أيًا يكن مسموع ومتشاف، فهيأثّر على المكان ده سواء بالسلب أو بالإيجاب. فالراجل يعني لو هو ناصح شوية هيهمه جدًا رأي كل واحد. فبقولوا رأيكم وما تكسّلوش خالص تكتبوا رأيكم وحطّوا نَفْسكم مكان الشخص اللي هيشتري بعدك، بس كده، شكرًا. وإلى هنا تنتهي حلقتنا اليوم في بودكاست نُص الليل، وأشوفكم في الحلقات الجاية إن شاء الله، وأشوفكم على خير. سلام يا حبايب.